اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ورا اللقطه. النهارده معانا ضيف جديد وضيف مميز في عالم المزيكا والدي جي. هنتكلم معاه عن مشواره وعن الاسرار اللي محدش يعرفها غيره. معانا النجم دي جي سبارك. منور يا نجم. بنورك حبيبي يا عمر. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. شو امورك؟ ان شاء الله بخير. مبدئيا احنا اول سؤال وتقريبا جمهورك كله عايز يعرفه، اسم سبارك جه منين؟ شوف، اسمي سبارك له قصه. انا بديت المجال هذا اللي هو مجال الاغاني يعني مش الدي جي، الاغاني نقول. كنت احب اني اخذ الاغنيه، ايام كانت الاغاني بعدها منتديات ومواقع. اخذ الاغنيه، اخذ اكثر من اغنيه اسوي منها مقاطع. فكنت انزل هذا المقطع على منتديات وهذا اكتب عليها دي جي 999 3 تسعات. تمام. فتطورت الامور، وصلنا الى مرحله ان حفلات. طبعا اول شيء كانت حفلات عاديه، اعراس. فكان اسم مناسب لهاي الامور عادي، يعني شخص حاب الاغاني مو داخل بباله انه راح يوصل هذا المستوى ولا هذا يعني في هاي المكانه. لغايه ما دخلت اللي هو الحفلات والكلابات والامور هذه، حسيت الاسم انه ما ينفع انك تحط اسمك كثلاث ارقام، انه راح تكون شيء يعني كيف اقول لك، يعني مو شيء يعني لائق كاسم. فقعدنا نفكر ان شو راح نحط اسم. كنت اقدر احط اسمي الحقيقي، بس حبيت انه يكون في نيك نيم عشان يكون يعني ستايلش ولا شيء هذا. فكنا قاعدين في دبي، هذا الكلام قاعدين في مكان وفي مصمم فيديوهات. فكنا قاعدين ندور الاسم ما لقينا شيء. فقاعد يشتغل هو، فقال سبارك. فكلهم قالوا شو؟ قالوا سبارك، سموه سبارك، حلو اسم سبارك. فكنت أعرف معنى الكلمة، وهذا أنا فاهم إنها شرارة ولا علاقة بالهذا. فلما عرفت معنى الكلمة عجبني الموضوع. قلت خلاص من ذاك اليوم، هذا الكلام سنة 2014، سبارك بقت اسم سبارك. طيب اول سؤال معانا في البدايه والطفوله، وهو امتى اول مره حسيت انك عايز تدخل المجال بتاع المزيكا والدي جيز؟ اوكي، سؤال حلو. هذا الشيء حسيته وانا صغير، يعني كان عمري بحدود ال 16 17 سنه. كنت احب اسمع اغاني، احب انزل الاغاني واسمعها سيديات، كاسيتات، الشرايط، الووكمان اللي هو فيه سيدي. ايوه. كنت دائما احطه معي، كنا نحطه هني في الجيب، تتذكر؟ ايوه. واسمع الاغاني واقول هاي الاغنيه حلوه، هاي راح تضرب، هاي لا. تخيل وصلت مرحله اني انام حاط سماعه واهلي ضربوا، انت ايش حاط سماعه ونايم؟ يعني حب الموسيقى. ايوه. ففي هاي الطريقه كانت البدايه. فبعدين نفس ما تقول مع الزمن تحب تتطور اكثر. وصلنا الى موضوع ان اللي كان هو الايباد، برنامج كذا مال دي جي. حط ازرار، حط اغاني وهذا، بس كان مش بروفيشنال الموضوع. بعدين شوي اللابتوب، الفيرتشوال دي جي، الامور هذه، ووصلنا الى اللي احنا فيه حاليا. وصلنا بقينا دي جي سبارك. طيب هنخش على السؤال الثاني، وهو مين اكتر حد دعمك في بدايتك ومين اكتر حد شك فيك؟ حلو. شوف، هذا السؤال حاعطيك له اجابه صريحه، يمكن ما حد يقدر يجاوب على هذا الشيء، لان ممكن ناس حاليا في المجال ممكن يزعلون. بس عادي نجاوب لانه شيء واقعي، وخلي الناس كمان تعرف ان هذا الشيء ممكن يتحقق اذا كان الشخص اندعم ولا مشى لحاله. تمام. شوف، انا اول ما بديت سالت فلان وفلان، ناس في المجال قديمه، ناس جديده، لقيت الصعوبه منهم في الرد. يعني كيف مثلا ابدي هاي الشغله يا فلان؟ لا، صعب انك تبديها. انت عاوز لك كثير لغايه ما تتعلم هاي. كيف بدايه الطريق؟ لا صعبه، لا انسى، اوكي حقول لك بس بعدين. يعني الكل يعني كان انه يرمي انه خلاص، انه مش عايزين يطلعوك، ما حد يريد يعطيك نفس ما نقول سر المهنه. ايوه. ممكن من حقهم، عرفت كيف؟ وكل واحد طبعا يعمل بالطريقه اللي يشوفها صحيحه لنفسه. ايوه. فلجأت الى وين؟ التعليم الاونلاين، اليوتيوب واخوانه وهاي الامور. وقعدنا نبحث وسيرش، وهذا الموضوع كان صعب، ما اكذب عليك. لكن بالعكس، الصعوبه هذه يعني خلتني اتعلم اشياء اكثر ما كنت اتعلمها من شخص. صح. بخصوص ان منو اكثر شخص شكك فيه؟ ناس كثيره شكت انه لا انت ما راح تصير،
انت تعرف لما انت تكون تبدي شغله، في ناس تشوفك بنظره انه الله يوفقه، في ناس تشوفك في نظره لا هذا ممكن يخرب علي. الناس تعال يعني كيف الناس اطباع، عرفت كيف؟ فالناس شككوا كثيره. بخصوص الناس اللي دعموني، انا اقول لك عن الدعم، وهذا انا اتمنى من كل شخص يشوفنا انه دائما يحط براسه ان هذا راح يكون اقوى دعم له في اي شيء في الحياه، مو بس اذا كان دي جي، اذا كان في اي وظيفه، في اي بزنس، في اي شيء في حياته حاب انه يتوفق. اهم شيء يعني توفيق رب العالمين، هاي شغله. وثاني شيء ان اهلك يكونون راضين عليك. انا من داعميني الكبار اللي دعموني هم الاهل والوالده الله يحفظها، يعني كانت دائما تشجعني وتدعمني معنويا ونفسيا، وانك راح تقدر، هذا الشيء حفزني. وتوفيق من رب العالمين. تمام، نخش على السؤال اللي بعده، وهو كان عندك حلم معين زمان كان نفسك تحققه ولسه شغال عليه لغايه دلوقتي؟ في احلام لان غير الدي جي اكيد. شوف كل شخص في الحياه هذه ممكن يكون عنده حلم في سن معين. كل ما تكبر تجيك الاحلام تزيد، صح ولا انا غلطان؟ صح، تزيد احلامك. في اشياء انا حققتها والحمد لله، الحمد لله، يعني ما اعتبرها انها كانت احلام بالنسبه لي. بس كل ما انت تروح قدام الاحلام اللي تشوفها قبل تقول هلا اريد اوصل لحلم ثاني، شيء ثاني. ايوه، ففي اشياء شغال عليها اكيد يعني هذا، وان شاء الله بتوفيق رب العالمين ان شاء الله نحققها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تمام، نخش على المرحله اللي بعدها، وهي خطواتك في مجال الدي جي والمزيكا. واول سؤال فيها، احكي لنا عن اول حفله عملتها او اول فرصه كبيره جات لك تشغل مزيكا قدام ناس. حلو. نفس ما قلت لك بدايه الحلقه، انا كنت اروح حفلات، اعراس، مسارح، فعاليات، هاي الامور، بس هذا كله كان قلت لك مش بروفيشنال. كنت اروح اشغل الاغاني. فبعد ما اتعلمت وهذا اشتغلت في منطقه عندنا في الامارات اسمها راس الخيمه. تمام. في كلاب صغير. اوكي. كنت هنا انا واصل مرحله اعرف اشغل وكل شيء واموري طيبه. فبالضبط ورا 3 شهور اجاني عرض من دبي، يعني في نفس البلد في الامارات، في كلاب كبير كان، وكان الكلاب اسمه اميره. اوكي. فكنت خايف صراحه. يعني اي شخص ممكن يكون رايح لمقابله شغل وشيء يكون متوتر خايف. متوتر صح. فرحت فقلت لهم انا يعني احب اني اظني اجي اشوف الاجواء قبل لا اجي اقدم اي شيء. تعرف انت يعني الواحد انه أيوه. فدخلت ضلتني قاعد انه في هاي الطريقه، عرفت انه شيء مخيف، عرفت كيف؟ طبعا انك انا كيف بكره راح توقف قدام هاي الناس كلها كأنه يعني انه انت معاهم. اشوف الناس، اشوف الديجيهات الثانيه انه عادي، انا احس انه صعب بالنسبه لي. اجى اليوم هذا ووقفت على هذا الستيج. الصراحه اول يوم كنت متبحر متخربط من توتر، مع ان الاغاني انا عارفها وعارف شو راح، بس ضاعت، كل شيء ضاع مني. ايوه بس عدت. مشت، ما مشت انه واو، لكن مشت. ايوه. طبعا في البدايه عشان نكون صريحين مع الناس، انا ما بديت كمين دي جي كاساسي. كنت دي جي اسوي ورم اب. تمام. هذا الاعتراف كثير ديجات ممكن ما يعترفوه، انا اقول لك اياه. عرفت كيف؟ أيوه. بس بالعكس حلو، لان الانسان لما يشوف يعني مثلا طلع السلم شوي شوي، لما يوصل فوق راح يحس بالفخر اللي سواه. صح. فانا كنت في البدايه ورم اب، ابدي السهره. بس الحمد لله ان هاي المرحله ما استمرت معي فوق تقريبا 4 أو 5 شهور. طب الحمد لله، حاجه كويسه. نخش على السؤال اللي بعده. نخش على السؤال اللي بعده. اكتر موقف محرج حصل لك في البدايه؟ شوف المواقف المحرجه في هذا المجال كثير، ولو سالت 100 دي جي راح يقول لك نفس الشيء. تعرف ليش؟ لو انت قاعد تتعامل ويا ماشين، ويا شيء كهربائي، ويا كمبيوتر. ايوه. فلا بد انه يفصل الكمبيوتر، تفصل السماعات، يصير مشكله في الكهرباء. هاي لابد، مستحيل تجيب لي الحين الدي جيهات اللي هم من. بس في يعني في موقف معلق معاك لغايه دلوقتي؟ في تقريبا سنه 2017 اوكي كنت شغال في كلاب. ومره واحده الكلاب كله شغال، سيستمي انطفى. واحنا في البيك تايم، خلاص في نص السهره. وتحتك ما يقارب من 500 إلى 600 شخص.
في هاي النقطة ممكن لو يعني غيري سمع الموقف راح يقول امسك المايك وتكلم، بس لو انت صارت معك راح أيوة. تضلك صح. دقيقة دقيقتين ثلاثة مش مستوعب بتفكر الفكرة. هتعمل ايه. صح. فهذا كان أسوأ موقف، لأن كنا نحاول نشغل وما يشتغل، فظل الموضوع تقريبا 10 دقائق. اي هذا أسوأ موقف واكثر موقف محرج حصل. هل في بقى ناس مشيت ولا تقبلوا ان الموضوع ده مش من الدي جي؟ هذا اللي راح يضحكك. الجمهور كان حاضر هذاك اليوم، سبحان الله كانت على اغنيه ايامها ضاربه. يعني اتذكر لك الاغنيه بس والله مو متذكرها. فوقفت على الاغنيه، فالجمهور كمل يغني، فلما شافوا الموضوع هنا قاموا خلص يصفقون وهذا ايه عرفت كيف؟ يعني سبحان الله الجمهور كان انه متقبل انه خلص عادي. أيوه. بس انه حط طلع ولا ما اتوقع، يعني لان كنا يعني قلت لك 10 دقائق تقريبا. فالناس كانت عادي، مش الوضع. يعني الموضوع جه بدعم من الناس ان هو عادي يعني انا حسيتهم انه خلاص انه عادي، عرفت كيف بيصفقون. أيوه. وهذا ونحلل كويس، عدت على خير. نعم. تمام. نخش على السؤال اللي بعده. لو رجع بيك الزمن لاول يوم طلعت فيه على الستيج هتقول ايه لنفسك؟ سؤال صعب يعني. شوف، لو رجع بي الزمن راح اقول انا ليش في اشياء في هذيك السنوات انا ما سويتها. انا كنت من الناس اللي انا اوقف في هاي السنوات الاولى، اوقف اني مستحي من الناس، واقف عيني على الجهاز، ما اتفاعل مع هذا. بس هي سبحان الله انه ما في حد انه يعني يطلع على طول ويعمل هاي الشغله. صح. فهذا الشيء اللي كنت اقول لنفسي لازم ياخذ خبره مع الممارسه في 100%. اي شخص اي شغله، ارجع واقول لك اي شغله مو بس مجال الدي جي. اول يوم ولا اول فتره تكون صعبه للشخص في اي وظيفه. في اي وظيفه فعلا. ماشي. نخش على الجزء اللي بعده وهو المزيكا والستايل الخاص بيك. حلو. اول سؤال، ازاي بتختار التراكات اللي بتلعبها في الحفله؟ حلو. يعني هل بتبقى عشوائيه اللي بيجي في دماغك وقتها او حسب المود بتاع الناس، ولا انت بتبقى داخل مجهز بلاي ليست للحفله؟ شوف، انا راح اصدمك وممكن الناس ما تقتنع في هذا الكلام. تعرف انا ولا مره في حياتي جهزت بلاي ليست لمكان. بتلعب عشوائي، اللي بتشوف الناس راحه منها فين. هي قلت لك البدايات لما انا بديت كدي. ليش دائما اقول ان الشخص لما يبدي دي جي، لما يبدي ورم اب، هذا شيء راح يكون نفعه بعد سنوات قدام. أيوه. ليش؟ راح يقرا الناس. الناس فاهمه ان دي جي الورم اب انه هو دي جي الناس ما تشوفه. بالعكس، هذا هو اساس السهره، اساس الحفله فعلا. اساس الحفله كامله. اذا هذا الشخص بناها صح، انت ورا راح تشغل اي شيء الناس معك. صح. فيعني انا دائما ادخل الحفلات، اوكي، الاغاني عندي، فاسمع. اجي قبل، لو كنت مثلا رايح ايفنت، اروح دائما قبل ساعه ساعتين اسمع الجو، اشوف الناس وين رايحه، اشوف الناس رايحه في مودها فين. فلما هذا فعندي القرايه خلاص. أيوه. فادخل في الجو. فيعني ما حضرت بحياتي بلاي ليست لمكان. طيب، هل في نوع بتحب تلعبه، نوع من المزيكا بتحب تلعبه او الموسيقى عن انواع تانية؟ يعني نوع معين انت المفضل ليك؟ اكيد. ايه هو؟ راح اجاوبك، بس اقول لك ملحوظه صغيره عن هذا الموضوع. الدي جي اذا كان يلعب الشيء اللي هو يحبه فهذا يعتبر غلط. صحيح؟ صح. انا عن نفسي احب الاغاني القديمه. القديمه اللي هي من عمرنا، يعني عرفت كيف؟ اللي هي من يعني سنه 2010 وفوق. هاي الاغاني اللي انا احسها انها اغاني حلوه واحب العبها. وحاليا طبعا في سنه 2025 كل احد ملاحظ، وانت اكيد ملاحظ، ان رجعوا لهاي الاغاني. صح. فهذا هذا اللي انا اشوفه. ما هو في مثل بيقول لك اولد از جولد. اكيد. وما حد شوف الناس يعني لغايه اليوم هذا في ناس تقتنع في الاغاني القديمه، في ناس يقول لك لا العب الاغاني الجديده. صح، عايز العب اغاني جديده. صحيح. صح. تمام. نخش على السؤال الاخير من الجزء دون، وهو هل بتحب دايما تكون مختلف عن الناس ولا بتحب تمشي مع الترند؟ شوف، الاختلاف هذا الشيء بينك وبين نفسك، بس اذا تريد تمشي على طريق النجاح فانت مضطر تمشي مع الترند، لانه احنا وصلنا وقت من الزمن اذا انت تمشي على مثلا انت على نفسك، ومستحيل راح يعني مش مستحيل، ما في شيء مستحيل، بس صعب انك تحقق. فلازم يعني شويه تروح مع الترند، لان انت عارف السوشيال ميديا هي اللي قاعد تحرك الاغاني، هي اللي قاعده تطلع الاغاني. صح. في اغاني احنا يعني اعطيك مثال اغنيه، اذكر لك اغنيه. قول.
راح اذكر لك اغنيه بما ان احنا بمصر، اذكر لك اغنيه انت راح تقول لي صح. اغنيه مخاصمك ايوه نازله من كم سنه؟ بقالها كتير فعلا. ليش ضربت السنه الماضيه؟ شو السبب اللي خلاها تضرب؟ ترند. الترند. مع ان الاغنيه هي حلوه بس الناس ما كانت ملتفتة لها. صح. فلازم انا اشوف ان دي جي يمشي مع الترند صراحه. تمام. نخش على الجزء اللي قبل الاخير وهي الرسائل الملهمه. تمام. ايه الرساله اللي تحب توصلها للشباب اللي عايزه تخش المجال ده؟ مجال الدي جي حلو. شوف اي شخص حاب انه يبدي في هذا الشيء انا اشجعه ابدي. بس لازم يكون عندك شغله واحده وهذه اهم شيء، وانت انسان موسيقي وفاهم. اذا ما كان عندك حس الموسيقى وماخذ الشغله فقط شكليه قدام الناس ولتحقيق غايه معينه، فارجوك لا تدخلها لانك انت مستحيل تنجح فيها. موافقني الكلام؟ صح. اذا كان عندك حس للموسيقى ودائما اصحابك مثلا يحسون فيك هذا الشيء واكثر من شخص حس فيك، ادخل وكل الدعم راح توصل للليفل هذا اللي انت تريده. تمام. نخش على السؤال اللي بعده. نبعد عن مجال الدي جي في السؤال ده شويه، بس هل لو في 3 نصايح لشخص قدامك بيحاول ينجح في مجاله ايا كان المجال او في حياته عامه، ايه هم ال3 نصايح؟ 3 نصايح. النصيحه الاولى اللي هي هذه اي شخص راح ينصحك اياها، توكل، خلي نيتك تكون صافيه وادخل. هاي اول نصيحه. اهم شيء النيه تكون صافيه من داخلك. صح. ثاني نصيحه ابعد عن كلام الناس، لان كلام الناس قلت لك ممكن كلمه انت من شخص تحطم لك طموحك كامله وتكسر لك مجاديفك نفس ما تقول وخلاص. صح. النصيحه الثالثه يعني والله انا طلع معي نصيحتين بس الثالثه يعني اقول لك انا النصيحه الثالثه. قول لي. اتعب عشان توصل. اكيد. اي شيء ما تعبت فيه مستحيل توصل له. اكيد. صح. ما ان ما في شيء يجي بسهوله. صح. يعني واللي هيجي بسهوله هيروح بسهوله. 100%. 100%. تمام. نخش على الختام. عايزين في الاول كلمه اخيره لجمهورك كله عامه بقى، شوف انت نفسك تقول ايه لجمهورك قوله. طبعا هذا لو اتكلم من هنا لغايه بكره ما راح اوفيهم صراحه، لاني انا الجمهور اللي سويته تعبت لغايه ما سويته. ممكن قلت لك انا ما اكون اني يعني اني واصل مرحله هذا، بس وصلت مرحله يعني قدام نفسي اشوفها جميله وافتخر في جمهوري، احبهم دائما يدعموني. كل ما اسافر بلد عندي حفله القي ناس تعرفني وتحضر لي، الناس اللي تلحقني من بلد الى بلد عشان تحضر لي، يعني هذا الشيء يعني يكفي اقول لهم انتم تاج على راسي من فوق، اشكركم وكل الحب والتقدير لكم. يعني ما يعني في كلام كثير بس انه يعني بيج لوف للجميع. بالتوفيق. تمام. اخر سؤال في الحلقه معانا وهو ايه رايك في مشهد الدي جي في الشرق الاوسط او في الوطن العربي عامه دلوقتي؟ يعني هل دلوقتي الدي جيز اللي في الوطن العربي بيقدموا افضل ما عندهم ولا لسه في اكتر من كده؟ لا شوف انا دائما عندي يعني شغله اقولها، ان اخواننا الدي جيهات دائما مبدعين ودائما يحاولون يوصلون الى شيء جديد، وهذا بس خلي ببالك ان الجيل الجديد يطلع وتطلع في ناس اقوى من القديمه. ايوه. فانا شايف ان الدي جي العربي اوكي انه هو صراحه مجاله صعب، خلينا نقولها وتوافقني الراي اكيد. لان الدي جي الانجليزي اول شيء اغانيهم مش نفس اغانينا. صح. اغانيهم رايحه روحه واحده. صح. فالدي جي العربي يمر في صعوبه الاغاني، في صعوبه الريمكسات، في صعوبه الميكس. فاخواننا وحبايبنا الدي جيهات صراحه قاعدين يبدعون كلهم بدون استثناء. هذا اخر كلام. لا والله هالكلام الواقعي، الكلام الحقيقي. يعني مفيش اي تعليق على اي حاجه في مجال الدي جي العربي تماما؟ حاجه انت مثلا شايفها في المجال ده عامه نفسك تغيرها؟ شوف انا يعني ما اقدر اغير، انا تعرف ليش؟ لان الجمهور حاب اللي قاعد يصير. ونفس ما سالتني قبل شويه
قلت لي انت شو تحب نوع الاغاني؟ احنا نحب، بس احنا جايين نقدم للشخص المستمع هو كل فتره يتغير، كل سنه يدخل جيل جديد. ففي اشياء انا بمنظوري اشوفها غلط، في اغاني اشوفها غلط مو حلوه، بس الناس غلط حبتها. كايه؟ يعني مو فن، مش فن. في اغاني مو فن، بس هي ترند، خلاص انا مضطر اني احبها عشان الجمهور يحبها. ايوه، فهذا هو بس انا ممكن اشغلها للجمهور بس انا ما بحبهاش. ضروري، انت مجبور انك تعمل هالشيء. تمام. نخش على اخر سؤال، وهو تقريبا سؤال يمكن يكون كل الناس اللي بتتفرج عايزه تعرفه. اوكي، حفلتك الجايه فين وامتى؟ حفلتي الجايه احنا حاليا طبعا، لان الناس راح تشوف الحلقه متاخر، احنا حاليا في شهر 8 تاريخ 1 2025. انا حاليا عندي حفله بعد شويه، تخيلوا احنا الشمس أصلاً. وهذا عندي حفله بعد شويه. لان انت عارف يعني اكيد في مصر الحفلات ما شاء الله ما توقف. فحاليا عندي حفله بعد تقريبا ساعه. بعد ساعه اللي جايه بقى؟ اللي جايه ان شاء الله راح تكون في البحرين. في البحرين. واللي بعدها راح تكون في مصر. وانا طبعا يعني عندي حفلات يوميه في دبي، انت عارف. في دبي. تمام. بنشكرك على الحلقه اللذيذه دي، وانت كنت منورنا، وانا والله سعيد جدا باللقاء. شوف انا من اول الحلقه حبيت اقول كلمه، يعني قول يا حبيبي. انا اللي حاب اشكرك على هذا الشيء. انا هذا الشيء قلت لك اللي هو اللقاءات وهذا انا ما كنت مقتنع فيه، تعرف ليش؟ مش مدحا والله، انت بغض النظر انت اخ وصديق لي، لكن هذا الشيء انت لما جيت قدمته بالطريقه الصح، سالت الاسئله الصحيحه، وصلت المعلومه للاشخاص والناس اللي راح يتفرجون بالطريقه الصح. فهذا الشيء بالعكس فرحني، واتمنى لك نجاح في هذا البرنامج. ربنا يخليك، وان شاء الله انه يعني تحقق اللي تريده. يعني دي شهاده اعتز بيها. هذه الحقيقه، هذه الحقيقه، والكلام راح تسمعه من الناس ومن غيري. ربنا يخليك حبيبي، وانت نورتنا النهارده في الحلقه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان يوصل لكم كل الجديد. سلام.